مدار التاريخ الأديان بتعمل كده في أتباعها. لا مش لا، بس بصراحه المنظر اللي شايفه النهارده ده، يعني مدى الحقاره والوضاعه اللي في المسلمين. لا ده يعني اللي بيتريقوا بيقول لك الملحدين ومش الفيتناميين كان جزمتهم برقبه لا اله الا الله دي كلها اللي وقفوا وحاربوا. مش دول ملاحده وكفره وشيوعيين ولا وسخه كانوا بيحاربوا. انتوا شويه خراف حولوكوا شيوخكم لشويه خفان فعلا. حكامهم نفسهم اللي مسيطرين عليه. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي السيسي ده بجيش وشرطه عره زي دول بيسيطر على الجماعات الاسلاميه والاسلاميين في مصر ملايين؟ يعني دول لو قاموا ممكن يولعوا البلد فعلا، بس هم عمرهم ما هيتوحدوا، لان الاسلام كدين حقير ووضيع ممكن اللعب معاه واللعب فيه. ده هيطلع يقول لك بقى رايه، ده يشتم وده يتخانق وده يضيع الطاسه على راي الشوام، ولا حد هيتحرك ولا حد هيعمل حاجه، رغم ان هم لو اتحدوا ممكن يولعوا في البلد والسيسي ده يطير في يوم. بس هو مش هيحصل كده، لان ده دين حقير ووضيع، وهو اللي بيوصلهم لنا هذه النتائج. يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويضربوا في بعض وجبنه واولاد وسخه حمقى، ولا عمرهم يعملوا اي حاجه. طول ما الدين ده موجود في مزروع فيهم. هتقول لي حماس ما هي دينيه، ما هو ما عندهمش حاجه تاني يعتمد عليها. انت يعني مثلا حماس دي لو اديتيها طيارات اف 35 هتقول لك لا، بس هم ما عندهمش حاجه تاني بقى غير بقى شويه الايمان والدين والنجاهد وبتاع. ما هو عايز. هل الفلسطينيين طالعين يجروا في العالم يموتوا في اليهود قبل كده؟ هل ده كان بيحصل؟ يعني هل الفلسطينيين مهتمين اساسا بمطارده اليهود في العالم عشان ابن احبق ليه؟ هتلر العالم لا. ازاي؟ لا ده الثاني ابن الاحبل اللص الثاني الحرامي اللي اسمه نتنياهو، يقول لك ايه؟ امين الحسيني هو اللي وز هتلر على اليهود. وحتى لو هو اللي يعني كمان لو كان هتلر مستني امين الحسيني، هتلر اللي كتب ماين كامف من العشرينات اللي فيه الكلام ده، انا هعمل ايه مكتوب يعني. لا كان مستني امين الحسيني عشان يقول. انسى. دول لصوص ولاد وسخه. بس يعني من حظهم الجيد وقعوا معنا. دول لو كانوا وقعوا مثلا مع الفيتناميين ما كانش حصل كل ده، ما كانش حصل. بس بقى ايه، حظهم وقع مع دهالي للاسف يعني. يلا. أحلى وبعدين بصراحه أحلى